السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل دكر الامير الطيب ابن الحلال ده. هعمل دكر البط ان شاء الله، وهنعمل معاه رقاق باللحمة المفرومة. هروج عليكم يا ولاد، شوفوا الطريقة، لان انا طريقتي تقريبا كلكم عارفين انها بتبقى مختلفة عن المعتاد. اي نعم، الكل بيعمل بط، بس طريقتي انا مختلفة شويتين، بس بطعم احلى، وطعم ايه، راجع لايام زمان كده. انتوا معايا؟ والله طبعوا الطريقة. هيا بنا يا ولاد. ولازم الطشة دي، اللي ما سمحتش الطشة دي يبقى البتاع ما تشوحش التشويحة بما يرضي الله. كده تمام، شوحناه في الحلة، والحلة تكون سخنة، ونحدفه لحد فياها، وتقلبي بقى تقلبي، تحدفيه في الحلة وتقلبي، ترشي عليه معلقة فلفل اسود من غير ملح، وقلب بقى، قلب قلب يا سكينة، هنقلبه، هنقلب قلب، واخده بالك، ونقلبه كويس قوي هنا وهنا. ليه بقى؟ ايه المستفاد من التشويحة اللي على الناشف من غير اي اضافات؟ انها بتزرد، بتنزل دمها وميتها مطرح الغسيل وخلافه وخلافه. يعني ايه، زيت التوكيد للنظافة، ونفس الحاجة يبقى معاكي حلو وطعم. طبعا هذه اشياء البطوطة. وطبعا لا اخفيكم سرا، انا بحبها بصراحة. ففي ناس قالوا لي ما تطلعهاش في التصوير. قلت ليه؟ هي عليها فلوس، ما تطلع عادي، تتشوح عادي في التصوير. المهم بعد ما شوحتها كده وكده وكده، قمت رايحة غاسلة الحلة تاني من أول وجديد، وجايبة بصلاية حلوية، وقمت مقطعاها زي ما انتوا شايفين. قمت جايبة طماطمتين حمر حلوين مستويين للطبيخ، وقمت ايه مقطعهم أربع تربع، يعني مش قطع عشوائية، يعني مش قطيعة يعني يعني معينة، وحطيت عليها فلفل اسود، وقلبتها كويس. وجربي الطريقة دي وعلى ضمانتي. وهشوحها بقى في البصل والثوم، ولو عندك فلفل اخضر، عندك فلفل حامي، براحتك بقى اللي انت عاوزاه ضيفيه في البطة وهي بتتشوح. تمام كده. وكان معايا 3 4 فصوص توم، قشرتهم وغسلتهم، ومسكتهم بقى، خرطتهم على البطاية. ممكن تخرطي التوم، ممكن تدقيه، ممكن تهرسيه، انت ومزاجك. تمام كده. انا بحب اقطعه في التشويحة كده. ليه بقى؟ هقولك، سبحان الله، هي كده وبتدي نكهة حلوة قوي. بحب اعملها دايما بالطريقة دي. صلى على سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام. واذكروا الله كثيرا، يصلح حالنا وحالكم يا رب، امين. وهغطي عليها بقى كده، واسيبها مع نفسها. وغطيت الحلة بقى، وهدي النار شويتين لحد ما تتشوح كويس قوي جدا في الخضار، واشم ريحتها كده طالعه ملعلطه كده، وشماها كويسه. هزود لها الميه. انت ممكن تغلي الميه في الكتل وتحط لها، تضيف لها ميه عادي، ممكن من الحنفيه عادي، انت وراحتك. هحط لها ورق لورا او ورق الغار زي ما بتسموه. تمام كده. وفلفل اسود، وهحط ايه، سنه سيكه وقرفه. للي بيحب القرفة، بحبهاش ما تحطيش. والقرنفل شرحه، حطيت شوية قرنفل. القرنفل بيدي طعم، بيدي طيب في الأكل، وبعدين مطهر معه، مضاد ومسكن ومخفض للحرارة طبيعي، يعني هو مفيد من كل الجهات والأنواع والأحجام. يلا بينا بقى نجهز الرقاق باللحمة المفرومة. طبعا اللحمة المفرومة دي أنا فرماها بإيدي. تمام كده. خدت منها شوية جزء، وخليت الجزء في الفريزر، وقمت جايبة بصلتين حلوين جو 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 يا ولاد، صلوا على سيدنا النبي، وقمت مخرطاهم زي ما انتوا شايفين كده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وقطعتهم كويس جدا. ثم يا جدعان، لازم تجددي وتنوعي في اكلك، مش ضروري ماشي على نفس رتم معين. يعني كده لا، يعني جددي ونوعي في اكلك يا جدعان. ليه؟ ما انتش هتقع في البحر. شوفي ايه الجديد واعمليه. ما تبقيش ماشية على نمط ورين واحد ما بتغيريش عنه. انا هجيب طاسة واسعة جدا عندي. وسعي. يعني ست الله يرحمها كانت تقول لك ان كان رزقك ضيق وسع له. فاحنا هنوسعه لنفسيتنا، ونجيبه صينية كبيرة، ونشوح فيها بمعلقتين سمنة حلوين، معلقتين زبدة، معلقتين زيت، معلقتين زيت زيتون، مع انت وراحتك بقى. المادة الدهنية اللي هنشوح فيها البصلاية. تمام كده. هي كده دلوقتي بدأت تقدح معايا. هشوح فيها البصل.
تمام. ممكن يقولك انا هشوح اللحمه، لا انا هشوح البصل. ليه؟ اقولك دلوقتي ليه. كده البصلة أول ما تشوحيها وتدي نفس كده وتشم ريحتها على النار، هي دلوقتي لسه ما طلعلهاش أي ريحة. احنا هنقلبها وهحط لها معلقة فلفل اسود، مش معلقة يعني، هي بمعلقة الصغيرة، معلقة صغيرة. انما لو بمعلقة الاكل اللي احنا عارفينها هتبقى نص معلقة او ربع معلقة كمان. ليه؟ بتدي نفس بقى مع البصل لما تشوحيه في السمنة وتحط عليه معلقة الفلفل الاسود. اوعي بقى، اوعي الريحة، تحفة. دلوقتي انا قلبتها كويس قوي، قلبتها في السمنة بتاعتنا، وهفضل اقلب فيها، اقلب اقلب اقلب. تمام كده. ولا تصلي على سيدنا النبي لحد ما اشم ريحتها. طب انا شميت ريحتها، هنوسع منطقة للحمة المفرومة. اوعى وشك يا عم الحاج، اللحمة المفرومة جت. وطبعا هي دلوقتي مجمدة، انا هفضل معاها بقى احايلها واسيسها كده لحد ما تفك معايا من التلج اللي هي فيه. وخلاص فكيتها، ولحد ما تغير لونها تماما والحتت المكلكعة اللي فيها تلج دي تفك. هحط بقى ايه توابلك بقى. السبع بهارات حطي، بجوزة الطيب حطي، ورق لورا، الورق الغار حطي، فلفل اسود حطي ملحك، حطي قرنفلك، حطي كل اللي انت ما بدالك حطيه على اللحمة دلوقتي. تمام كده. وهتقلبي برضو سنة قرفة وسنة ملح، وملحك بقى اللي انت بتحبيه. في ناس بتحبش الملح، في ناس بتحب الملح خفيف قليل، انت وراحتك. بس اهم حاجة انك تتقلي ايدك على الملح، ما تحطيش ملح كتير، خف ايدك. لما الاكل يكون محتاج ملح افضل ما يكون مش، فيبقى مش هتطلقي والاكل يترمي، يبقى خسارة ليه. فانت تخفي ايدك من على الملح افضل واحسن. مقشرة 5 6 فصوص توم، مسكتهم بقى لما شوحت اللحمة وشميت ريحتها مع البصل والتوابل. ادت لها التست ده قبل ما انزل ب20 ثانية او حاجة. ليه؟ بتدي نفس ونكهة تحفة للعصاج. اللحمة المعصجة جامدة جدا. قبل ما تطفي عليها النار بثانيتين 3 حط لها شوية التوم دول، هتشم ريحة خطيرة وتلاقي الطعم تحفة. في هذا الوقت كانت البطاية استوت. تمام كده. غزتها غزتين بالمعلقة، لقيتها بتقول شيليني من النار أرجوكي، فقمت شايلاه. دلوقتي بقى هاخد كبشتين شوربة من الشوربة بتاعتنا الجميلة، وهروح بقى عشان اكمل الرقاق اللي بدأنا. احنا كده عصجنا اللحمة، يبقى فاضل ايه؟ الرقاق ذات نفسيته ان انا ارصه في الصينية. فهيا بنا، انا جبت معلقتين 3 سمنة برضو، وقمت مسيحهم يا دوبك يسيحوا. وجبت القالب او الصينية اللي انا ألمونيا، يعني سيراميك، جرانيت، اي صينية عندك. بس تأكدي تمام التأكد ان المادة الدهنية شوية حلوين في القعر، انت فاهمة قصدي، والحروف والجناب وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا كده خلاص بقى بجيب ورق الرقاق بتاعي. ممكن لو انت خبزاه في البيت قشطة، جايباه من بره جاهز عادي، مش هيضرنا في حاجة. وببدأ ارص الرقاق بتاعي. طبعا انت لو عندك 12 رقاقة في الكرتونة هتحطي 6 فوق و6 تحت بعد الحشو. يعني 6 تحت في القعر، وبعدين تدهنيهم سمنة، وبعدين تحطي لحمتك المفرومة، وبعدين تحطي ال6 التانيين على الوش. حلو كده. 30 مثلا يبقى 15 فوق 15 تحت. تمام كده يا حاجة. صلى على سيدنا النبي وخشي. طبعا انا مش هحط زي سمنة كتير على الرقاق عشان خاطر المعدة وخلافه وخلافه. فاحنا عايزين ناكل ونتبسط وفي نفس الوقت ما نعيدش في المستشفى. فاحنا ايه؟ يعني ما تكتريش مادة دهنية على الرقاق عشان رفقا بالقوارير وأطفال المنزل والرجال. يعني اللي ما ياكلش حتة يقوم يقولك حسبي الله ونعم الوكيل. لا، خفي ايدك من السمنة، الله يبارك لك. حلو كده. انا حطيت اللحمة المفرومة تحت، حطيت 6 قطع رقاق تحت. تمام كده. وحطيت الحشوة في النص، وهبدأ افرد كويس قوي كل الاماكن، واتأكد ان كل مكان فيه اللحمة المفرومة بتاعتنا اللي احنا عاملينها عصاج. طيب احط قد ايه لحمة مفرومة؟ والله الموجودة عندك يا ست الكل. يعني ممكن تخلي نص كيلو اللحمة اللي انا حطيت منه ده، ممكن تخليه 2 كيلو.
بشطارتك بقى يا معلم، يعني تكتري بصل، عندك فلفل الوان حطي، عندك مثلا طماطم قطعي حتت صغيرة وقطعي، هتلاقي الكمية زادت معاكي والدنيا زي الفل، ولا سحر ولا شعوذة. انا بدأت بقى ايه ابل بقى بقية الرقاق معايا، وارصها في الصينية زي ما انت شايفة. طبعا انا قعدت وفرشت ورحرحت على الارض، وجبت لي كوباية حاجة ساقعة. طبعا احنا بنشتغل وبنتفرهد وطلع عينينا في الحر، روج على حالك روج على حالك يا سكينة. كوباية حاجة ساقعة، كوباية عصير. ايوه، احنا بنتعب يا بنت الحلال، اشربي اي حاجة بالريقك. المهم دي خلاص كانت الطبقة الأخيرة، في بدهنها سمنة خلاص. ممكن تدهنيها سمنة زبدة، سمنة فلاحي، زيت زيتون، الموجود واللي انت بتحبيه في أكلك اعمليه. انت ما انتش ماشية في الجيش، اللي بتحبيه وجوزك بيحبه وعيالك بتحبه اعمليه. واخده بالك، ما تقوحيش وما تعملي زي بني إسرائيل من كتر ما صعبوا على نفسهم ربنا صعب الدنيا عليهم. صلى على سيدنا النبي. طبعا انا قطعتها دلوقتي قبل ما ادخلها الفرن، لازم تقطعيها، اوعي تنسي التكايه دي، قطعيها قبل ما تدخليها الفرن. صينيه الرقاق طبعا انا دخلتها بقى بقطعها كويس وولعت الفرن يسخن. من ساعه ما حطيت اللحمه المفرومه وانا قمت ايه مولعه الفرن يسخن. لازم الرقاق يخش على فرن سخن، اياكي ثم اياكي تحطيها على فرن بارد، هتندمي وهتزعلي وتجيبي ناس معاكي تزعل. صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد يا حبيبي يا رسول الله. وبدأت بقى أقطعها يمين وشمال وفوق وتحت وكل الألعاب لحد ما خلصتها تقطيع. تمام كده يا ولاد، تمام كده يا ولاد. والله العظيم اللي كلها أقسم بالله جع الريحة أول ما حطيتها في الفرن. هذه سمنة التحمير. طبعا هنحط البطة الغلبانة اللي فرهدناها معانا من الصبح تتحمر. وها هو الأكل يا جماعة في الفاينل الأخير جدا، وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين، وسفرة يا رب عادة ما تتقطعش عند الجميع. ده بقى الرقاق بتاعنا الحلو ابن الحلال يا ولاد، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب آمين. شايفة وشها وشايفة ظهرها، شغل فاخر من الآخر يا ولاد. ولو كنتوا وصلتوا معايا لغاية هنا من الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الكل عشان يوصلكم من سندريلا كل جديد. وما تنسوش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا انا بصور لكم لقيت الزيتون مزغلل زغليل في عينيا، قلت اخد لي واحدة عادي يعني يا جدعان، مفيش حاجة، احنا اسرة مع بعضينا. تصبحوا على خير، باي.